واش دابا نعرفوا كيفاش كيحس الانسان بهذا التوتر. التوتر ما كيحسش به غير العقل، الجسم كامل كيعيشوا. بعض الناس كيحسوا به في الصدر، نبضات القلب كتسارع، وبعضهم في المعده، تقلبات، حريق، حتى فقدان الشهيه. والبعض الاخر في العضلات، كتصلب، كيتشنج، والكتاف والرقبه كتعيا، وحتى في التنفس كيولي سريع وسطحي، كتحس بلي الهواء ما كيدخلش لرئتيك بزاف، وحتى النوم كيتعطل، التفكير كيولي مشتت، وابسط الامور كتبان صعيبه. هذا هو التوتر اللي كيعيشوا الناس بزاف في صمت. شنو هما المسببات لهذا التوتر اذا؟ المسببات التوتر عند كل واحد مختلفه، ولكن نقدروا نجمعوهم في 3 اشياء مهمه ورئيسيه. اولا، الضغط اللي كيجي من الخارج، الخدمه، الدراسه، المسؤوليه، الزنقه، والعلاقات المتعبه، والتوقعات العاليه من الناس. ثانيا، الضغط اللي كيجي من الداخل، كيفاش كتفكر في الذات، الخوف من الفشل، الخوف من الرفض، والمطالبه بالكمال، التفكير في المستقبل بشكل مقلق. وثالثا، البيئه، الضوضاء وكثره المنبهات بحال ان الهاتف، الاخبار، مواقع التواصل، وكذلك قله الراحه وقله الدعم العاطفي. المهم نفهموا التوتر ماشي ضعف، التوتر هو رساله كتقول لك باللي كاين حمل كبير فوق طاقتك.